بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة فرح، في ليلة من أحلى الليالي، شبكة مكة سبورت في هذه الأمسية السعيدة تزف أجمل آيات التهاني والتبريكات لعريس هذه الليلة أحمد بن صالح الغامدي، ونقول له كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير في هذه الليلة وفي هذا اليوم، تحديدا يوم الجمعة الموافق 23/3 من العام 1400. يزف العريس أحمد بمناسبة زفافه. كونوا معنا عبر هذه التغطية الحصرية لشبكة مكة سبورت الإعلامية. ليش بيدينا شيء ولا بيدينا عقوبة ولا بيدينا حاجة، لكن نقول الله انه يتم علينا نعمته ويدسم علينا ستره، وهذا فضل من الله، ونحمد الله على من تشكر، نحمد الله نشكر الله، هذا فيها وشانها. ما جاكم حياكم الله. خير لكم صاير لكم حرب لكم موجبة عند عينيكم. أحمد بن صالح بن سرحان محمد، يا مرحبا بكم. عداد ما مشيتم عليه، الأول والثاني. الله يحييكم جميع، جميع من حضر حفلنا هذا. الله يحييكم جميع، جميع من حضر حفلنا هذا. هذا يعني من بدأ العلام، فالأزهر يعني عندنا علم النساء يرفعوا، فالعلام كلها نحمد الله هادنا، وعسى الله ان يديم ستره ويديم علينا العفو والعافيه كل منا، ونشكر لها من كلنا. يعني انا ما اعرفها لكن غيري كلنا اخبار العالم في جيبه، في جيبه يخبر اليوم الدنيا كل اخبار العالم في كل حديث. فنسال الله التوفيق بما عندنا وزاد هذا الجميع. حياكم الله جميعا، أولكم وآخركم، يا مرحبا بكم. الله يكون نور المجالس. ومكفين بها شر الندامة، ومكفين بها شر الندامة.
إذن في هذه الأمسية المباركة تستمر لقاءاتنا في هذا المساء، ونحن مع الوالد العزيز جد العريس أحمد بن صالح الغامدي، لكن نترك جد العريس ونذهب لعمه إلى أن تنتهي المكالمة. العم مشهور، نرحب فيك معنا عبر شبكة مكة سبورت، ونبغاك توصف لنا شعورك في هذه الأمسية أنت كونك عم العريس. الله يحييك. أولا سؤال مفاجئ، أتكلم عن الرجال لكن الله يحييك. أبدا شعور الفرحة والبهجة، يعني مناسبة غالية علينا حقيقة. وأحمد العريس يستاهل كل خير، إنسان فاضل مؤدب خلوق، شهادتي فيه يعني مطعونة، وإنما زي أي أب كيف شعوره نحو ولده، فأنا هذا الشعور نحو العريس والمناسبة الغالية هذا اليوم. ليش تنصحه في هذا اليوم؟ كان سألتني السؤال ده قبل ما يتزوج. لا اليوم، يعني اليوم حياة جديدة، الله حياة العزوبية، الله يعينه. الحياة الزوجية تحتاج لنصائح. والله الحمد لله الأمور متيسرة، ما هي بالصورة اللي كانت عليه سابقا. كل شيء سهل، كل شيء موجود، كل شيء ممكن الحصول عليه. يراقب الله سبحانه وتعالى في زوجته في حياته، يوفي الحقوق اللي عليه ولا يحرم نفسه من الواجبات والاشياء اللي له على الاخرين. فانصحه ما ينصح الاب ابنه بالاستقامه وحسن الخلق هذا ما عندي. الله يديك العافيه. وإني أقول العافيه إن شاء الله. الله يعطيك العافيه. صوت طيب. الله يعطيك العافيه. جد العريس الوالد عبد الله الغامدي، كلمة تقولها في هذه المناسبة لحفيدك أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المناسبة يعني شرح وفرح، والحمد لله رب العالمين، وإحنا كنا نتمنى هذا الشيء، واللهم لك الحمد اللي حصل. نتمنى لهم التوفيق، ونسأل الله أن يرزقهم المال والبنون وزينة الحياة الدنيا، ويستر علينا وعليهم. والحفل زي ما أنت مشاهد حفل محي مريح على كل شيء، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح، وهو على كل شيء قدير. بيش تنصحوا اليوم؟ بيش تنصحوا؟ انصحوا بتقوى الله الذي لا إله إلا هو. أسأل الله أنه يرزقه المال والبنون وزينة الحياة الدنيا، وهذه هي اللي احنا ننصح انفسنا وننصحه ان شاء الله، وجميع المسلمين عامة. نتمنى لنا ولكم وله التوفيق من عند الله. امين يا رب. احنا نتمنى له التوفيق ونتمنى لك الصحة والعافية ان شاء الله. بارك الله فيك وطول الله عمرك وعمر اللي معك. نسأل الله ان يكتب جهودكم على خير وعلى نعمة وخير ان شاء الله وانت طيب. امين. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا يا والد. يعطيك العافية. من عنده. معي في هذه الاثناء الأستاذ راشد محمد راشد، خال العريس وولد عم العريس، واللي كان يضرب العريس وهو صغير. كلمة تقولها في هذه المناسبة لأحمد بن صالح الغامدي. أقول في البداية بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير، ونسأل الله له التوفيق. نسأل الله له التوفيق والخير والسداد بإذن الله عز وجل، ومن رفاه والبنين بإذن الله عز وجل. بيش تنصحه؟ والله يا أبويا أنصح يعني تقوى الله عز وجل، وهو إن شاء الله ما شاء الله أحمد بإذن الله عز وجل أنه يعني رجل صالح، وبإذن الله عز وجل أنه خير، وتقوى الله عز وجل فوق كل شيء. بعدين يا أخي أنا ما كنت أضرب العريس. من قال لك المعلومة؟ هذه معلومة جاتنا من أحد الأقارب هنا موجود، قال ليش كنت تضرب العريس وهو صغير؟ لا معلومة غير صحيحة، بالعكس احنا اخوان ولا كنت تضرب ولا شيء. ممكن الضرب من باب التنبيه والعتاب والله انا يا ابوي انا من الشرقية في الدمام، هو في جدة، لا كنت اضرب ولا شيء، يعني نقابله بس المناسبات فقط. الله يعطيك الصحة. يعني المعلومة افتراء. معلومة افتراء وغير صحيحة. الله يديك العافية وشكرا جزيلا لك. يعطيك العافية وشرفتونا، حياكم. أيضا في هذه المناسبة السعيدة معي عم العريس عبد العزيز السرحان. نرحب فيك معنا عبر شبكة مكة سبورت، ونبغى نسمع شعورك في هذه المناسبة وكلمة تقولها لأحمد في هذه الليلة. اهلا وسهلا ونرحب فيكم. الله يحييكم. واحمد هذا ولدنا ويستاهل كل خير،
يكفي أدبه وأخلاقه وعلمه. يعني حتى يعني من المناسبة رفض نضيف له اسم مهندس وهو مهندس. فإنسان متواضع، إنسان مؤدب، ونتمنى له إن شاء الله كل خير وكل توفيق إن شاء الله، ويستمر إن شاء الله من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. ليش تنصحوا في هذه الليلة؟ والله ننصحه بتقوى الله. إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في حياته فهو إن شاء الله بيشوف الخير ويشوف الصلاح ويشوف البركة إن شاء الله. فين رايح أحمد بالتحديد؟ أيوه. فين تنصحه يروح شهر العسل؟ شهر العسل